الحسين بن علي وحيدا في كربلاء في 10 من محرم عام 61 من الهجرة. لم يكن هنالك ريح تهب ولا سحابة تظل، كانت صحراء كربلاء تلتهب تحت شمس العراق، وكان رجل واحد يقف في مواجهة جيش، رجل لم يكن يريد حربا، كان يريد فقط أن ينقذ أمة. قبل أشهر قليلة من تلك اللحظة كان الحسين بن علي في مكة المكرمة، ابن فاطمة حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، سبط الإسلام. وصلته الرسائل، رسالة تلو رسالة من الكوفة في العراق، كتب إليه أهلها آلاف الرسائل يقولون: تعال إلينا يا ابن رسول الله، نحن معك، أنت إمامنا وولينا، ما لنا إمام غيرك. وكانوا يكذبون، لكنه لم يكن يعلم. أرسل ابن عمه مسلم بن عقيل إلى الكوفة ليستطلع الأمر، فكتب إليه مسلم: القوم معك فأقدم. وحين خرج الحسين من مكة متوجها إلى العراق، حذره عبد الله بن عباس، حذره عبد الله بن عمر، حذره أهل مكة، قالوا: لا تذهب، القوم غدارون، العهد لا قيمة له عندهم. لكنه أجاب وفي عينه شيء لا يشبه الخوف: إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا بررة. وسار إلى الكوفة، وفي الطريق وصلته الأخبار المروعة: مسلم بن عقيل قتل في الكوفة. والكوفة تلك المنطقة التي أرسلت الآلاف من الرسائل صارت ترسل جيوشا لا رسائل. نفس الأيدي التي كتبت تعال حملت السيوف في وجهه. وصل الحسين إلى أرض كربلاء واحتجز هناك بأمر عبيد الله بن زياد والي يزيد بن معاوية على العراق. حاصره جيش يعد بالآلاف، وكان مع الحسين 70 رجلا من أهله وأصحابه، أطفال ونساء وشيوخ اختاروا الموت على الذل. قطعوا عنهم الماء 3 أيام والفرات قريب، والأطفال يصرخون من العطش، وجيش يحرس النهر ويمنع قطرة ماء واحدة. في الليلة التي سبقت 10 من محرم جمع الحسين أصحابه وقال لهم: من أراد الرحيل فليرحل، لا لوم على أحد، القوم يريدونني أنا، فمن ذهب فهو في حل. وأطفأ القنديل حتى لا يرى أحد، خجل الآخر إن أراد الفرار، فلم يغادر أحد، بقوا جميعا، لأن بعض الناس يعرفون متى تستحق اللحظة أن يدفع ثمنها. وجاء الصباح الذي كان آخر صباح لسبط النبي على هذه الأرض. قتل الحسين وقتل أصحابه، وسقطوا واحدا واحدا، وسقط أمامه إخوته وأبناء إخوته، وأخيرا وهو مثقل بالجراح يكاد لا يقدر على الوقوف اندفعوا إليه. وفي تلك اللحظة روت كتب التاريخ، السنة والشيعة على حد سواء، أن جيشا من الآلاف تردد أمام رجل واحد جريح منهك، لأن في أعماقهم شيئا يعرف من هو هذا الرجل، لكن نفذوا الأمر. رأسه الشريف حمل على رمح إلى دمشق، ونساؤه وأطفاله سيقوا أسرى. لقد حاربنا أجدادهم في بدر فأدركنا اليوم بثأرها. وصمت المجلس، لأن حتى في قلب المنتصر كان هنالك شيء يعرف أن هذا لم يكن نصرا. ماذا يعلمنا الحسين؟ يعلمنا أن الخذلان لم يكسره، أن وحدته لم تزعزع يقينه، أن الموت في الكرامة أبقى أثرا من الحياة في الذل. لا تزال كربلاء تبكي المسلمين بعد أكثر من 1300 عام، لأن في قصتها شيئا إنسانيا عميقا جدا. قصة الحق حين يقف وحيدا، والباطل حين يأتي بالآلاف.
وفي النهاية من نحن نذكر. لا تنسى الضغط على زر الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات.